المرأة الجزائرية لازم تعرف تخدم البوراك مليح مليح، وعندنا بزاف وصفات تاع البوراك، منها البوراك العناب الذي لا يعلى عليه. اكيد راح نشارك معكم الوصفة، وكذلك هاد الوصفات يعني نعتمدها منايا في رمضان ويحمروا لي وجهي. كذلك مش غير رمضان، يعني حتى تكون عندك ضياف ولا حابه برك ديري عشيوه مليحه لوليداتك ديري لهم هذا البوراك. واش نقول لكم روعه. لكن انا جبت لكم حشوتين مختلفتين، يعني درت لكم حشوه اقتصاديه بدون لحوم، يعني بدون دجاج بدون كل شيء، وجبت لكم حشوه كذلك اخرى كامل تحوسوا عليها بنينه تسخف تحمر الوجه. واش نقول لكم مع السلامه مجمره ما نحكي لكمش عليها. نقول لكم حبوباتي نحبكم ونموت عليكم. ما نساوش تصليوا على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونقول لكم حبوباتي معليش تضغطوا لي على زر لايك هكا باش تطلع على فيديو تاعي ويشوفوا اكبر عدد ممكن من المشاهدين فضلا وليس امرا. ونقول لكم لاول مره تشاهد قناتي استضفوها فيديوهاتي حبيبتي ما تبخلينيش من اشتراكك وانضمامك لقناتي، اكيد راح يشرفني وينورني. وهيا نبدا بسم الله في المقادير وطريقه التحضير. هنايا واش عندي؟ اول حاجه عندي البطاطا ولا الحشو اللي راح ندير لكم بالبطاطا، ونعطيكم السر باش يجيكم الحشو هذا بنين يسخف وكذلك خفيف كالريشه. المهم نقول لكم واش عندي هنايا. عندي بطاطا، انا هنايا درت 3 حبات تاع البطاطا، لكن نقول لكم اكيد 2 حبات ولا حتى حبيبه واحده كافيه. انا راح ندير الحشو حتى ويقعد لي نحتفظ به في الثلاجه ولا حتى في المجمد. هنا البطاطا نعاود نغسلها بعد ما قطعتها كيما هكا مكعبات صغار شويه، مش كبار بزاف ومش صغار بزاف. المهم نديرها شويه تاع الملح ما نكثرلهاش ونحطها طيب فوق النار. لازم تطيب لي كالزبده، لازم البطاطا تاعي طيب مليح. كي ندخل فيها الفرشيطه تتقسم الحبه تاع البطاطا، نصفيها من الماء هذاك ونجي وهي سخونه نجي نمعسها ولا نربزها، كل واحد كيفاش يقول لها. ليسونسيال ولازم هنايا من الاحسن، ما نقولكمش يعني لازم، لكن من الاحسن ديروا لها الجبن هنايا راح يخلي لكم البطاطا هذيك تاعكم تجيكم فرمجه وتجيكم خفيفه، ما تجيكمش هذيك كيما نقولوا حنايا هكا من بعد الحشو تاعكم يجيكم مدكوك ويجيكم ثقيل وما يجيكمش بنين. هذه خطوه اولى ولا السر الاول. كذلك عندي هنايا شويه تاع الهريسه اللي نقول لكم اختياريه، لكن انا هنايا ولا حنا في دارنا نحبوا الحشوه هذه تجينا حمرا شويه، يعني مش بزاف بس نحبوا فيها شويه حموريه. نديروا لها شويه طماطم تاع الباط وكذلك شويه هريسه. هنايا درت لها بصله خضاري بصله رقيقه صغيره، درت لها كذلك الزيتون قطعته رقيق كما تقدروا ترحيوه راح يجيكم روعه. ودرت لها شويه تاع المعدنوس والبيضه هنايا راح تخلي لنا الحشو كذلك يجي خفيف. لازم البيض هنايا كما قلت لكم ثاني يلعب دور انه يخلي لكم الحشو تاعكم خفيف وما يجيش الحشو تاعكم الثقيل. كي تاكلوا الحبه البوراك تلقاوها ثقيله وصامته، بما انه هذا الحشو يعني بدون لحم. كما شفتوا هذا السيجار راح نخدمه بزاف في رمضان، خفيف بزاف وبنين، ودائما اللي يذوق البوراك تاعنا يعجبه. المهم هنايا شفت انايا لافاخس ولا الحشو تاعي مازال شويه هريسه ولا شويه طماطم. انا في الاول ما درتش طماطم، درت غير الهريسه، وهنايا ضفت له شويه فقط تاع الطماطم. كما تقدروا ديروا طول الهريسه اللي يحب الحار واللي يحب يعني يخليه بيض الحشو تاعو يخليه بيض. احنا لا بليبار ولا معظم الوقت نديروه كيما هكا، وساعات ماما تخليه بيض عادي. نقول لكم برك اكيد راح نشارككم بوصفه البوراك التركي قريب جدا، لانه انا كيما على بالكم دار جدي في عنابه، ماما كيما يقولوا كبرت وتربيت في عنابه، دونك هكا حنا البوراك نحبوا نخدموه بزاف. ان شاء الله راهي جايتكم الوصفه هذاك البوراك على اصوله. حاجه خلاف من جهه خلاف راح نخدم لكم واحد الحشو رائع. هذا الحشو الثاني وهو الحشو هذا كيما نقولوا حنايا تاع البيشاميل والدجاج. هذاك البوراك اللي نداير حاله تاع الدجاج والبيشاميل، واش نقول لكم تحفه. لازم تجربوه. هنايا كيما شفتوا في مقله درت شويه تاع الزبده، ولا تحبوا حتى ديروا الزيت. انا هنايا كيما شفتوا درت بصله كبيره، انا قطعتها شويه هكا يعني مش رقيقه بزاف لانه من بعد انا راح نعاود نرحيه. بصح اذا مش راح تعاودوا ترحيوه حكموا البصل هذاك تاعكم قطعوه رقيق، واذا عندكم البصل خضاري ديروا 2 حبات بصل خضاري قطعوهم رقيق. بعد ما نقليهم حطيت لهم شويه تاع الملح، ضفت هنايا الدجاج هنايا درت الجهه مصدر تاع الدجاجه حكمت رحيته. كيما تقدروا ما ترحيوش باش من بعد ترحيو كل شيء. المهم كيما شفتوا جبت هنايا هذاك الصدر تاع الدجاج اللي كنت رحيته، حاولت نقليه واش هي ما تقليوهش بزاف ولا طيبوه حتى يبس لكم وينشف لكم. لا غير تشوفوه دخلوا الطياب نحيوه من فوق النار. بالنسبه للتوابل درت له انايا شويه ملح وشويه فلفل اكحل، هذا مكان. دوك انايا راح نحي الدجاج هذا تاعي، نعاود راح نرحيه انايا في الروبو. تحصل على واحد الحشو رائع جدا. كيما تقدروا اكيد تخليوه كيما هكا
المهم برك ما تخليوهش حتى ينشف لكم الدجاج تاعكم بزاف بزاف. دوك انا نحيه نروح نخدم لا بيشاميل. هنايا من جهه واش عندي في نفس المقله برك عاودت غسلتها ولا حتى في كاسرونه درت مغرف تاع الزبده، مغرف كبيره اكيد، انا هنا خدمت بلابيل. نحطها فوق النار حتى تذوب. نزيد كذلك ملعقه اخرى من الفرينه، لازم بصح المغرف تكون بيان بومبي معمره مليح من الفرينه، ونخلط كل شيء مع بعضه. بعد ما خلطت مليح الفرينه عندي كاس تاع الحليب، الكاس هذاك تاع 220 مليلتر، نضيف غير بشوي الحليب ونحرك ولا نخلط مليح بالفوي، ومن بعد نكمل كميه تاع الحليب كامل ونبقى نخلط. النار دائما نقول لكم في هاد الكريمات ولا لي صوص هادو لازم النار تكون قليله هكا باه ما تحرق لكمش هذيك الفرينه وتجيكم فيها واحد البنه تاع الحريق وتجيكم ماهيش مليحه، يعني ماهيش بنينه. ندير لها شويه كذلك تاع الجبن، من الاحسن نكثروا لها الجبن هكا باه تجيكم بنينه. طفت هنايا قطعه من الجبن كبيره، القطعه هذيك تاع 6000 ولا 7000 كيما تقدروا ديروا حتى 4 مثلثات تاع الجبن ولا حتى 3. المهم على قد ما تكثري الجبن راح تجيك بنينه، بصح حتى واذا ما عندكش ديري واش عندك، يعني واش عندك في الدار خدمي. هنايا ضفت لها شويه فلفل كحل، كذلك الملح هنايا درت قريصه فقط تاع الملح، يعني ما تكثرولهاش الملح بزاف هكا باه ما تجيكمش مالحه. وهاوليكم الحشو بعد ما رحيناه، نضيف له هذيك لا بيشاميل ونولي نحاول ندخل المكونات كامله مع بعضها. ضفت لها كذلك شويه تاع المعدنوس، تقدروا اكيد تضيفوا شويه تاع زيتون اخضر، تحبوا تقطعوه رقيق ولا كذلك ترحيوه راح يجيكم رائع، لكن انا هنايا اكتفيت بهاد المقادير فقط. هنايا راح نبدا نحشي الورق تاعي تاع الديول ولا الخطفه ولا البوراك، ورقه البوراك بالطريقه هذه. هنايا بديت لكم بالحشو هذا تاع البطاطا، حشو هذا بالك تحقروا تقولوا ما فيه والو، بصح صدقوني يجي رائع رائع جدا. المهم هنايا كيما شفتوا نحاول الحشو ما نكثرش بزاف، وميم طون نغلقه بالطريقه اللي تشوفوا، نغلقه من الجوانب كيما شفتوا ونبدا نرولي فيه بالطريقه هذه. حاولوا تروليوه مليح ولا تلفوه مليح. هنايا حنايا في دارنا دائما نديرو البيض عادي يعني عظمه، نجيو نغلقو هكا لحبيبه البوراك، كيما تقدروا ديروا بياض البيض ولا صفار البيض ولا كذلك ديروا شويه تاع الفرينه مع شويه تاع الماء، هذيك كانه نديروا اون كول ولا لصقه غذائيه ولصقوا بها. نقول لكم برك بلي هادو الورق هادو كنت خدمتهم معاكم فيديو هبطته لكم اللي قبل هذا الفيديو، بعد يجيو روعه، ما يهزوش الزيت، ما يهزوش ولا ما يتقطعوش معانا، يجيو روعه. برك السميد انا ما عجبنيش اللي خدمت به، ننصحكم اذا عندكم سميد هذاك كنزه ولا لقيتو سميد كنزه ولا عمر بن عمر ولا مثلا حتى البركه، قالوا لي مليح بزاف، انا خدمت به حوايج خلاف بصح دوكا خلص لي حتى البركه وما عنديش، خدمت بواحد السميد ما عجبنيش يعني بزاف بزاف. المهم انتم اذا لقيتو سميد مليح خير وخير. المهم كيما شفتوا حشيت هاد الحبيبه بالحشو هذاك تاع الدجاج ولا بيشاميل، يجيكم كيما قلت لكم تحفه تحفه. هنايا تحبوا ديروا هذاك الشكل تاع الصامصه ولا المثلثات كيما تقدروا نورمال ديرهم دي سيجار ولا تخدموهم بالطريقه هذه، انا نحبهم يجيو عراض كيما هكا مش كيما هذوك الاولين يجيو دي سيجار. حاولوا باك تغلقوهم مليح فقط. انا هنايا مش راح نخدم كونتيتي كبيره، راح يقعد لي اكيد الحشو هنايا راح نحتفظ به في العشيه ولا كما نقولوا في الليل، نزيد نعاود نقلي لهم حبيبات جدد، يعني ما لقري هذا البوراك يقعد هو يقعد مقرمش يجيكم روعه روعه. جربوا هذا الورق تاع الخطفه وكذلك هذه الحشوات اللي شاركتها معكم تجيكم روعه. بالنسبه للحشو اللي قعد لكم ولا اذا قعد لكم حكموا حطوه في بواط ولا علبه محكمه الاغلاق، خبيوه في الثلاجه يقعد لكم حتى 4 ايام ولا تقدروا تخبيوه في المجمد وتجبدوه وقت ما تحبوا هكا، خاصه العاملات ولا اللي عندهم وليدات صغار يربيو فيهم اكيد هكا من الاحسن ديروا مثلا كونتيتي كبيره وخبيو
هكا باش كي تسخفوا على البوراك ولا تحبوا طيبوه تلقاو يعني نص حوايج ساجين عندكم ومحضرين. هنايا نروحوا لطريقه تاع القلي تاع البوراك اللي نقول لكم كذلك سر من اسرار نجاح البوراك هكا باه يجيكم بنين ويجيكم مقرمش. اول حاجه لازم الزيت تاعكم يكون بزاف هكا، مش راح ديري غير شويه باك تاع الزيت، لا لا كثري شويه زيت، مش راح تغطيهم بصح كثري ديري كونتيتي مليحه تاع الزيت. كذلك بالنسبه للزيت يكون سخون، واش نهي مش سخون هذاك بزاف خلاص. وبالنسبه للنار تكون اكثر من المتوسطه، ما تكونش قويه بزاف خلاص وما تكونش دليله، يعني ما تكونش ناقصه بزاف بزاف. ونجي نقلبهم ولا نحركهم في المقله بالطريقه هذه كيما شفتوا راني مسبح وندور فيهم. هذه ماما تقولنا كيما هكا باش البوراك تاعكم يتقلي لكم الجميع تاع الجوانب، ما تجيكم جهه طايبه وجهه مش طايبه ولا جهه حمراء بزاف وجهه صفراء. لا تبعوا هذه النصائح كامل بعين الاعتبار واكيد راح تنجحوا فيهم. بما انه كل شيء طايب فيه دونك مش راح يدي معنا وقت بزاف بزاف. هنايا راهو طاب معايا، نحيه نستقطروا من الزيت، حطوا في بابي ابسوربون ولا الورق المصاص ولا ديروا في صفايه هكا يستقطر لكم الزيت. انا نقلي دوك الكميه الاخرى تاع البوراك تاعي بنفس الطريقه اللي شفتوها في الاول، ودوك نعت لكم كيفاش جا. هنايا بعد ما طاب معايا نجي نقدمو هنايا في صحونه ولا المهم اي حاجه عندك، صحن مدور صحن كاري صحن مستطيل كيما تحبي. المهم حاولي هكا باك تبريزونطيه مليح بالشكل هذا كيما شفتوا. درت له هذاك الكات سيزون ولا الزيتون هذاك المخلط حار، درت له الكامامبير، درت له هذاك لي طرونش تاع السيترون ولا الليمون، درت لهم شويه باك تاع سانوج ولا سينوج كيما هكا باش يمدد لنا هذاك الشكل مليح. كذلك درت له شويه تاع المعدنوس، اذا عندك الحميص كذلك رفقيه معاه راح يمد واحد الشكل رائع. وكذلك بنا تاكلي شويه بوراك مع الحميص مع الزيتون كيما هكا مع الكامامبير اذا عندك، اذا ما عندكش اكيد تقدري تستغني عليه. المهم دائما طريقه التقديم تقعد اختياريه. المهم انا بديت لكم الوصفه نقول لكم جربوها وعينيكم مغمضين. كما شفتوا الحشو تاع البطاطا يجي كذلك روعه روعه، يجي خفيف وبنين يسخف. كذلك هذا البوراك تاع الدجاج بالبيشاميل واش نقول لكم تحفه، لازم تجربوه وتردوا لي كيفاش جاتكم. بهذه الطريقه لما ديتها لكم راح ديري ضجه كبيره، راح تحمري وجهك مع ضيافك مع زوجك مع اولادك مع ميمتك مع مالك. واش نقول لك تحفه تحفه، لازم تجربوه وتشوفوا هذيك البنه اللي فيه. نقول لكم حبوباتي تهلاو لي في رواحكم، نحبكم ونموت عليكم، ما تنساوش دعم قناتي.